شفنا الفيديو اللي فات ازاي نعمل ديزاين لللبشة. فهمنا الاول ايه اللي بيديهولنا تقرير التربة وايه الريكومنديشن اللي بيديهولنا تقرير التربة لنوع الفاونديشن. وشفنا المرة اللي فاتت التصميم الكامل للرافت والتسليح بتاعها. النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي نصمم لبشة على خوازيق. طبعا ممكن نقدر نستعين بنفس الملف دوت، بس طبعا بنفس الخطوات اللي احنا عملنا بيها الرافت، ولكن نخلي بالنا من حاجة مهمة زي ما شفناها المرة اللي فاتت، ان الار بتاعة الرافت موبايلز بتبقى بواحد، فبالتالي لازم من الايتابس نسكل الموديل مرة تانية، نخلي الستاتيك والديناميك الار بتاعتها بواحد. نرجع نسكل ونصدر اف تو كي ونمشي بنفس الخطوات بتاعتنا. فبالتالي الرافت والرافت موبايلز الاتنين واحد، بس نركز ان هنا الرافت الار بتبقى بتلاتة والرافت موبايلز الار بتبقى بواحد. طيب قبل ما نشرح ازاي هنعمل الموديل بتاع الرافت محتاجين، او الريفت اون بايلز، محتاجين نفهم ايه هي البايلز وايه هي الملاحظات اللي لازم ناخد بالنا واحنا بنعمل بايلز، ايه انواع البايلز. فبالتالي اول حاجة نعرفها ايه اللي احنا محتاجينه من البايل، او ايه اللي بيديهولنا تقرير التربة. تقرير التربة لما بيجي يقول لنا ان احنا عندنا هنستخدم لبش على خوازيق، بيدينا كذا حاجة. أولا بيدينا أهم حاجة وهي قطر الخازوق. هيقولك مثلا إن قطر الخازوق مثلا نص متر، 70 سنتي، 80 سنتي، متر، متر 20، أيا كان الرقم. بعد كده هيدينا إيه؟ يدينا طول الخازوق. هيقولك والله أنت الخازوق بتاعك دوت طوله 10 متر، طوله 12 متر، 15 متر. وهيدينا حاجة مهمة جدا اسمها بايل كاباستي، هي قدرة تحمل الخازوق. يعني بيقولك والله انت البايل بتاعك ده يقدر يشيل سيام مثلا 200 كيلو نيوتن، 200 طن. فبالتالي يقدر ان هو يقولك ان البايل ده يقدر يستحمل لحد قد ايه. هيدينا تسليح البايل، والله البايل بتاعك دوت بالمواصفات دي هيتسلح مثلا 25 في 22. فهيدينا كل المواصفات بتاعة البايل، بلس كده هيدينا الكي بتاعته. نفس الحوار اللي حصل في الرافت هيديهولنا برضو هنا. ليه؟ علشان انت كديزاينر تقدر تمثل الخازوق دوت على السيف، فبالتالي هيدينا الكي بتاعته. فبالتالي دي المعلومات اللي احنا محتاجينها من تقرير التربة. طيب عايزين نفهم يعني ايه بايل كاباستي، يعني ايه قدرة تحمل الخازوق. طيب نمسح اول الكلام دوت ونشوف. علشان زي ما درسنا في الكلية ازاي نقدر نجيب البايل كاباستي، فاحنا عندنا مينلي تو كاتيجوريز مهمين جدا، وهما الالتيميت ليميت ستيت والوركينج ليميت ستيت. دول المين كاتيجوريز اللي نقدر نجيب منهم البايل كاباستي. طيب ايه هي الالتيميت ليميت ستيت؟ قال لك والله الطريقه ديت بقدر ان انا اجيب قدره تحمل الخازوق عن طريق ان انا بحمله لحد لما ينهار، واقدر من هنا اجيب الكيو التيميت، وهي دي اللي انهار عندها الخازوق. علشان اقدر اجيب الكيو اللوبل، فهقول الكيو التيميت دي مش ايكوال كيو التيميت على الفاكتور اوف سيفتي. دي هتديني ايه؟ هتديني الكيو اللوبل. اذا طريقه الالتيميت ليميت ستيت هي دي طريقه، عن طريق الطريقه دي بعمل ايه؟ بقعد احمل الخازوق بتاعي لحد لما ينهار،
واحصل من هنا على كيو التيميت. الكيو الاوبل بقى بتساوي ايه؟ بتساوي كيو التيميت على الفاكتور اوف سيفتي. دي طريقه الالتيميت ليميت ستيت. طيب ايه طريقه الوركينج ليميت ستيت؟ دي ان انا بشوف الخازوق بتاعي ايه الهبوط اللي عنده خلاص بينهار الخازوق. دي بيديني الدلتا الاوبل، واشوف عن طريق الجراف اقدر ان انا اشوف من الدلتا الاوبل هيديني كيو الاوبل قد ايه. اذا طريقه الوركينج ليميت ستيت بتعتمد ان انا اشوف الخازوق بتاعي ايه الهبوط المسموح عنده للخازوق بتاعه، وعن طريق الدلتا اجيب الكيو الاوبل. طيب طريقه الالتيميت ليميت ستيت فيها كذا طريقه، جواها كذا طريقه. اشهرهم هو البايل لود تيست. 2 هي الاناليتيكال ميثود اللي هي الاستاتيكال فورمولا، والتانية اللي هي الاس بي تي والسي بي تي، ودول اختبارات بيتموا في الموقع. يبقى عندنا 3 انواع من الالتيميت ليميت ستيت. اشهرهم هو البايل لود تيست، والاناليتيكال ميثود اللي هي الاستاتيكال فورمولا، والثالثه اللي هي الاس بي تي والسي بي تي. دول اختبارات بتتم في الموقع. طيب الوركينج ليميت ستيت في برضو 3 انواع، وهم البايل لود تيست برضو، والالاستيستي ثيوري، والنوميريكال اناليسيس. فبالتالي ده يعتبر ازاي او المين كاتيجوريز ازاي اجيب الكيو الاوبل او البايل كاباسيتي. طيب زي ما قلت ان البايل كاباسيتي بتيجي عن طريق تقرير التربه. طيب عايزين نعرف ازاي نجيبها بالورقه والقلم، ازاي نجيبها بالمانوال بتاعها، ازاي نحصل على البايل كاباسيتي بالورقه والقلم. طيب نمسح الكلام دوت. بنستخدم في الحاله ديت بنستخدم طريقه اللي هي الاستاتيكال فورمولا. دي بنقول ايه؟ بنقول والله ان انا البايل كاباسيتي بتاعتي بتبقى عباره عن حاجتين. الاول هي structural capacity و geotechnical capacity. يعني ايه structural capacity و geotechnical capacity؟ الستراكشرال كاباسيتي دي من الاسم هي حاجه ليها علاقه ب البروبرتيز بتاعه البايل. بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي مثلا البايل هنشوف كمان شويه ان هو بيتم معاملته على انه قريب جدا لعمود. فبالتالي هل لو انا جبت عمود الاف سي يو بتاعته 30 هيبقى هو نفس العمود الاف سي يو بتاعته 50؟ لا طبعا. منطقي ان الاف سي يو كل لما تزيد اللود اللي يقدر يستحمله العمود او البايل يزيده. طيب هل لو جبت عمود 25 في 25 هيشيل نفس اللود اللي بيشيله العمود مثلا لو كان 80 في 80؟ لا طبعا. كل لما ابعاد العمود تزيد هيشيل لود اكتر. فبالتالي لازم ادخل فاكتورز البروبرتيز الانترنال بروبرتيز بتاعت البايل. الاستراكشر عشان نكون دقيقين الاستراكشرال بروبرتيز بتاعت البايل او بتاعت العمود. فبالتالي من هنا بقدر احصل على كيو الاوبل واحد اللي هي كيو الاوبل من الاستراكشرال بروبرتيز او الاستراكشر كاباسيتي. طيب هل فين التربه؟ لو انا جبت مثلا خازوق حطيته فيه تربه ضعيفه فبالتالي الخازوق ده مش هيقدر يستحمل، هيتزحلق على طول. انما لو جبته مثلا في صخر لا ده هيبقى صامت جدا. فبالتالي لازم ادخل عامل التربه معايا، السويل اللي هيتحط فيها الخازوق دوت لازم تخش معايا في
حسابات الكيو الاوبل، فبالتالي من هنا هحصل على كيو الاوبل 2. علشان بقى احصل على البايل كاباسيتي انا جبتها عن طريق الاستراكشر مره وعن طريق الجيوتكنيكال مره. علشان احصل بقى على البايل كاباسيتي هو المينيمم من كيو الاوبل 1 وكيو الاوبل 2. فبالتالي ده يعتبر الخطوط العريضه اللي احنا نقدر نجيب منها البايل كاباسيتي. طيب ازاي اجيب اول حاجه ان انا اجيب ازاي الاستراكشرال؟ انا هسيب دلوقتي ده قدامنا علشان نفتكر. اول حاجه الاستراكشرال دوت فيه منها نوعين، طريقه وركينج الوركينج ميثود والالتيميت ميثود. طيب الالتيميت ميثود بيعامل العمود بالظبط كانه بيعامل الخازوق كانه عمود. كنا بنجيب الكيو التيميت بتاعت او البي التيميت بتاعت العمود ازاي؟ 0.35 اف سي يو في الاريا كونكريت. يبقى الكيو الالتيميت دي احنا في الالتيميت ميثود، يبقى احنا دلوقتي جوه الاستراكشرال في طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا اجيب الكيو التيميت وده بيعامل معامله العمود بالظبط 0.35 الاف سي يو في الاريا كونكريت. اقدر من هنا اجيب الكيو التيميت. طب الكيو الاوبل والله انا الكيو الاوبل عارف ان هي بتساوي كيو التيميت على فاكتور اوف سيفتي، وهنا بيبقى ب1.5. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب الكيو الاوبل. دي طريقه جوه الاستراكشر. او ممكن اجيب الكيو الاوبل على طول عن طريق ايه؟ بقول الكيو الاوبل بتساوي الاريا بتاعت البايل في او اللي هي طبعا الاريا كونكريت في حاجه اسمها اف سي نوت. ايه الاف سي نوت ديت؟ دي كانت اسمها allowable compression stress، ودي كانت بتساوي 4 ل 5 ميجا باسكال. فبالتالي انا كده قدرت ان انا اجيب الكيو allowable. طبعا الكيو allowable اللي هنا المفروض ثيوريتيكال هتساوي كيو allowable اللي جايه بطريقه الالتيميت. فبالتالي سيان استخدمت طريقه الوركينج او الالتيميت، الاثنين المفروض ان هم يدوني الكيو allowable عن طريق ايه؟ عن طريق الاستراكشرال كاباسيتي. يبقى انا كده قدرت ان انا احصل على اول واحده. طيب الجيوتكنيكال كاباسيتي كانت بتتجاب ازاي؟ كنا بنقدر نقول ممكن مثلا نكبر دي شويه. كنا بنقدر نقول ايه؟ بنقول ان انا والله لو عندي الخازوق اهو وانا دي الكيو اللي انا عايزها، كنا بنقول ايه؟ بنقول والله انا الخازوق بتاعي ده هيقاوم من الجنب هنا بالفريكشن، ودي كنا بنسميها كيو اس. وعن طريق البيز بيقاوم معايا بحاجه اسمها كيو بي اللي هي الكيو بيرنج. يبقى انا عندي الكيو ديت لما بضغط عليه على الخازوق دوت، الخازوق ده بيقاوم بحاجتين، الكيو اس اللي هي كنا بنسميها السكين ريزيستنس، والكيو بي. الكيو بي دي اللي هي البيرنج ريزيستنس. فاحنا كنا بنقول ساعتها ان الكيو بتاعتي كيو، طبعا دي كانت كيو التيميت، بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو بي زائد كيو اس، هي البيرنج ريزيستنس بلس السكين ريزيستنس. طيب الكيو بي ديت كانت بتساوي ايه؟ بتساوي حاجه اسمها اف بي في دي بيرنج، فبالتالي كانت ليها علاقه بالاريا بتاعه البيز، فبالتالي دي كانت اريا بيز زائد حاجه اسمها اف اس في ايه بقى؟ في الاريا سايد اللي هي ايه؟ باي دي ال. فبالتالي انا دلوقتي الاف بي انا دلوقتي اعرف اجيب الاريا بيز
والاريا سكين. انما الاف اس والاف بي دول كانوا قيم بتتجاب بقى بناء على التايب اوف سويل، سواء كان سي سويل ولا فاي سويل ولا سي فاي سويل. المهم ان احنا كنا من هنا بنحصل على ايه؟ بنقدر نحسبه ونحصل على الكيو التيميت. كنا بنقدر ان احنا نجيب الكيو اللوبل بتاعتنا، نجيب الكيو اللوبل عن طريق ان انا بعمل ايه؟ اقسم الكيو التيميت على كام؟ على الفاكتور اوف سيفتي، وهنا كان الفاكتور اوف سيفتي ب3. فبالتالي المحصله هنا ان انا حصلت على كيو التيميت 1 من الاستراكشرال، وحصلت على كيو 2 من الجيوتكنيكال. وانا قلت من هنا ان انا عشان اجيب البايل كاباسيتي بحسبها مره بالاستراكشرال ومره بالجيوتكنيكال، واعمل ايه؟ اخد المينيمم ما بينهم. فبالتالي ايه اللي انا عملته؟ انا قلت والله عشان اجيب البايل كاباسيتي بتتحسب بطريقتين، عن طريق الاستراكشرال كاباسيتي، ودي اللي ليها علاقه بالاستراكشرال بروبرتيز بتاعه العمود، من اللي بتبقى ممثله في ايه؟ في ابعاد الخازوق والاف سي يو بتاعه الخازوق، او عن طريق الجيوتكنيكال كاباسيتي، ودي اللي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه بالتربه اللي هتتوجد حوالين الخازوق. الاستراكشرال كاباسيتي دي كانت فيها طريقتين بقدر احسب بيهم الاستراكشرال الكيو اللوبل. عن طريق ايه؟ عن طريق طريقه اسمها ultimate ميثود، ودي بنعامل فيها الخازوق معامله العمود، وبنحسب الكيو ultimate دي عن طريق 0.35 الاف سي يو في الاريا بايل او الاريا كونكريت، والكيو اللوبل من هنا بتساوي كيو التيميت على فاكتور اوف سيفتي، وهنا الفاكتور اوف سيفتي بيساوي 1.5. او عن طريق حاجه اسمها working ميثود. الوركينج ميثود كنا بنحسب الكيو اللوبل على طول دايركت عن طريق ان انا بضرب الاريا بتاعت البايل في حاجه اسمها اف سي نوت، ودي اللي هي الالوبل كومبريشن ستريس، ودي كانت بتتراوح من قيمتها من 4 ل 5 ميجا باسكال. دي طريقه كده احنا حسبنا الكيو اللوبل، او من الطريقتين دول قدرت احصل على كيو اللوبل 1، سواء بالالتيميت او الوركينج. شوف عايز تحسبها بانهي طريقه، المفروض ان الاثنين هيدوني نفس الناتج. فكده حصلت على كيو اللوبل 1. الطريقه الثانيه ان انا احسبها بالايه؟ بالجيوتكنيكال كاباسيتي، ودي كنت بنقول ايه؟ بنقول ان الكيو التيميت بتساوي الكيو بيرنج زائد الكيو سكين، نتيجه ان انا لما اضغط على الخازوق هيقاوم عندي بحاجتين، بالفريكشن الجانبي وبالبيرنج الارتكاز اللي موجود في البايل من تحت. فبالتالي الكيو التيميت بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو بيرنج زائد الكيو سكين. الكيو بيرنج بتساوي ايه؟ بتساوي الاف بي زائد الاريا بي، الاريا بيز الاريا اللي هي بتاعت الخازوق، زائد الكيو سكين دي بتساوي ايه؟ بتساوي اف اس في الاريا سايد. الاريا سايد هنا بتساوي الباي دي ال. فبالتالي كده قدرت اجيب الاريا ستي، الاريا سايد والاريا بيز، ناقص الاف بي والاف اس. الاف بي والبي اف اس كانت بتعتمد على نوع السويل اللي عندي، طبعا ليها طريقه حسابات. الاف بيز او الاف بيرنج ديت والاف اس كانت بتعتمد على التايب اوف سويل بتاعي، سواء كان سي سويل ولا فاي سويل او سي فاي سويل. المهم ان احنا حصلنا من هنا على كيو التيميت، اقسمها على فاكتور اوف سيفتي، وهنا الفاكتور اوف سيفتي ب3، هحصل على كيو اللوبل 2. اذا البايل كاباسيتي اللي عندي هي المينيمم بتوين الكيو اللوبل 1 والكيو اللوبل 2، باخد المينيمم ما بينهم. ده كان شرح سريع جدا ازاي بحسب البايل كاباسيتي. طيب دلوقتي عايزين نعرف بقى ازاي نوزع الخوازيق بتاعتنا. طبعا انا هنا هفرض مثلا وليكن ان انا عندي، طبعا نمسح الكلام دوت. هفرض مثلا ان انا عندي خازوق مثلا وليكن قطره
نص متر، يبقى ده الدايمتر بتاعه. طوله قد ايه؟ طوله نقول 10 متر. فبالتالي دي يعتبر الانبوت اللي انا داخل بيها دلوقتي. طبعا انا هحصل من السويل ريبورت بتاعي على البايل كاباسيتي، سواء كان وركينج او التيميت. هيقول لي والله انت الوركينج والالتيميت بتاعك بكذا من تقرير التربه، او لو في مشروع تخرج فبالتالي الدكتور هيقول لك والله انا البايل كاباسيتي بتاعي في حاله الوركينج وفي حاله الالتيميت بكذا. طيب دلوقتي عايز اوزع الخوازيق بتاعتي. طيب اوزع الخوازيق بتاعتي ازاي؟ هتخيل مثلا معاك ان ده البلان بتاعي. ايه اللي يهمني؟ اللي يهمني هو حاجتين: المسافه ما بين خازوق وخازوق ما تقلش عن كام، والمسافه اللي ما بين الخازوق والايدج قد ايه. ديت في الحقيقه بتتعامل معامله ايه؟ معامله المسامير. نفس المعامله. كنا بناخد المسافه دي قد ايه؟ كنا بناخدها 1.5، لا تقل عن 1.5 قطر الخازوق. والمسافه ما بين الخازوق والخازوق ما ينفعش تقل عن كام؟ عن 3 الدي. دول المعلومات المهمة اللي تهمني في توزيع الخوازيق. طبعا انا قلت المرة اللي فاتت ايه؟ قلت ان انا امتى بخش للبايل الرافت اون بايل؟ بخش لللبش على خوازيق لما الاسترس يكون تحت الرافت انسيف. بمعنى ان انا دلوقتي لما شفت الاسترس تحت اللبشه بتاعتي لقيته كبير جدا وانا الالاوبل رقم صغير، هي انسيف. قلت ايه الحل؟ هو ان انت تكبر الاريا بتاعت الرفت، مش السكنس مش فاكتور معايا. فبالتالي هكبر الاريا. طب ما انا كده دخلت على حدود الجار، مش هينفع ان انا استخدم اكبر الاريا بتاعتي. فبالتالي في الحاله ديت بستخدم رافت اون بايلز علشان انقل الاسترس بتاعي ايه؟ لتربه اقوى. تمام. طيب دلوقتي ده الموديل بتاعنا اللي احنا وصلنا له اخر مره. طبعا ده معمول الار بكام؟ ب3. ده ما ينفعش ان احنا نستخدمه في البايلز، بس مؤقتا هنستخدمه علشان وقت الفيديو. انما المفروض اللي هيستخدم لبش على خوازيق يرجع يصدر او يشتغل الشغل ده مره تانية عن طريق الاتابس، ان هو يحط الار ب1 ويمشي الخطوات اللي احنا مشيناها في الرفت مره تانية. هي دي الفرق الوحيد ما بين الرفت والرفت اون بايلز. طيب دلوقتي انا عايز ارسم الخوازيق هنا. ارسمها ازاي؟ هسلكت على الرافت بتاعتي واعمل ايه؟ اعمل كابتشر بيكتشر واصدرها دي اكس اف. بس قبل لما تمشي وتعمل الخطوه ديت لازم تمسك البلان ده كله وتحطه في جروب. هنفهم ليه هنحطه في جروب. نعمل assign to جروب، وليكن نحط هنا، نعلم هنا ونحط هنا دبل كليك، نحط هنا مثلا رافت وادوس اوكي. اذا لو انا جيت دلوقتي عملت سيلكت باي جروب هلاقي رافت، ادوس اوكي. ده كلهم محطوطين جوه الجروب، يبقى انا كده شغلي مظبوط. هسلكت على البلان بتاعي واعمل دلوقتي كابتشر بيكتشر كارنت ويندو از دي اكس اف. اروح اسجله فين؟ وليكن في الكاد از فاونديشن بايلز مثلا، وادوس سيف. يبقى انا كده صدرت اللبشه بتاعتي كايه؟ كدي اكس اف. طيب اروح هنا اعمل اوبن واختار المكان اللي انا مسجل فيه اهي فاونديشن
رافت موبايلز، هسلكت زي ما احنا متعودين الجريدات ديت، سلكت سيميلر واعمل لها ديليت، وسلكت كل الكلام ده احطه جوه بلوك اسميه اي اسم مش هيهمني. طيب بعدين اعمل ايه بقى؟ اروح على البلان بتاعي دي. المفروض انا دلوقتي اعمل ايه؟ هاخد الجريد دوت كوبي من هنا لهنا، واخد البلان دوت كوبي. طبعا دي المفروض عشان كنت ارسم الايه الرافت بتاعتي. طبعا هسلكت من هنا كل الحاجات دي انا مش عايزها، كل الدايمنشن دي انا مش عايزها، وانضف البلان بتاعي كليا. واعمل ايه؟ اعمل مثلا بي ال بولي لاين، و بلاش نختارها مثلا ب لاير. شوف مثلا لاير نقدر نستخدمها بيها سلاب مثلا بلان، واعمل بي ال اهو. امشي على الحدود الخارجيه للريتيننج وول، ودي هتبقى الايه اللبشه بتاعتي. كلوز سي، خلاص يبقى دي اللبشه بتاعتي. فبالتالي اقدر من هنا ايه اعمل ايه؟ احط السكنس واعمل الرينفورسمنت بتاعي. طبعا بقى بعد ما انضف كل الكلام ده يبقى بس في اسامي العمدان، وهنا احط الشبكات بتاعتي كانه شغل الفلات سلاب بالظبط. طيب دلوقتي دي الرافت بتاعتي صح؟ انا عايز اروح هناك احطها في الدي اكس اف اللي انا عامله هنا ده. هو اوريدي موجوده بس انا عايز احطها انا بايدي. او اعمل ايه؟ مسلكت الرافت بتاعتي واعمل كنترول شيفت سي، كنترول وسبيس بوينت، اروح اختار السنتر بتاع العمود دوت، واقوم عامل ايه بقى؟ رايح عامل بيست. انا عارف ان هو ده السنتر اهو، يبقى هي دي الرافت. هسلكت البلوك ده واعمل له ديليت. هل لحد دلوقتي في اي مشكله؟ كده انا حطيت اللبشه بتاعتي في البوينت الصح، يبقى هي دي اللبشه بقى بتاعتي، دي اللي انا هبتدي اشتغل عليها. طيب اعمل ايه؟ اول لما اشتغل اقوم رايح عامل معرف لاير جديده اسميها بايلز، واختار مثلا اللون بتاعها وليكن احمر، وادوس عليها دبل كليك عشان تتعلم او تشتغل معايا دلوقتي. طيب اروح اعمل ايه؟ اقوم راسم بوينت. او قبل ما ارسم بوينت احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اول خازوق ينفع احطه هنا؟ لا، قلنا بيبعد قد ايه عن الحدود بتاعه اللبشه؟ مرة ونص قطر الخازوق. احنا نيجي نقول ايه؟ 1.5. قلنا قطر الخازوق قد ايه؟ نص متر او 500 ملي. ما احنا هنا الرسمه بتاعتنا بالملي، فبالتالي 750. او ما انا عامل ايه؟ امر اوفست واكتب 750، اعمل للبولي لاين ده اوفست واخليه باي لون تاني عشان بس نقدر نشوفه. فبالتالي لو انا بدات ان انا احط هنا اول خازوق ده صح. ليه؟ لان كده المسافه من هنا 750 ومن هنا 750 اللي هي 1.5 الدي. اقوم عامل ايه؟ نختار امر بوينت بي او بوينت، واقوم رايح حاطط اول بوينت هنا بس انا مش شايفها. خلاص نروح من هنا على يوتيليتيز واروح على بوينت ستايل، اختارها مثلا الستايل ده واسيبها هي ب5 اهو. اعمل ار اي اهو باينه، كبرت اكتر ار اي اهي. فبالتالي كده انا شايف. طيب انا المفروض دلوقتي لو اللبشه بتاعتي كانت مربعه كنت عملت اري بسرعه، بس المشكله ان انا عندي اللبشه بتاعتي معقده شويه. طب اعمل ايه؟ نركز بقى نعمل ايه. دلوقتي هرسم لاين واعمل ايه؟ اقوم واقف من هنا لحد هنا. مش ده المسافه اللي انا عايز اعمل لها اري؟ ماشي. الاري بيتعمل بحاجتين، يا اري ريكتانجلر يونيفورم يا اما اري بالباس، وهو ده اللي انا هستخدمه دلوقتي. هقوم مسلكت على دوت واكتب امر اري. اري على ايه؟
على باس. احنا كنا على طول بنعمل اري ريكتانجلر، لا اعمل اري على باس. اختار اللاين دوت وادوس انتر، وادوس انتر تاني. دلوقتي هو عمل لهم اري كده، ادبل كليك بس عليهم كده هيظهر لي الايتم سبيسنج، او من هنا الايتم سبيسنج. انا عايز الايتم سبيسنج يبقى قد ايه؟ قلنا 3 مرات القطر، 3 في 500 ب 1500. فبالتالي هاجي هنا اقوم عامل ايه؟ 1500 اهو، ار اي اهم اتوزعوا. بس دي ما جاتش هنا، عادي مش مشكله، هنشوف دلوقتي هنحلها ازاي. المهم ان انا وزعت البايلز بتاعتي في الاتجاه ده. اروح بالمثل اعمل لاين من هنا لهنا، واعمل برضو بوينت، نفس اللي عملته هنا اكرره هنا. اعمل اري، اسلكت الاوبجكت على باس اهي، بيقول لك تمام، اقوم انا مسلكت عليها ومخلي السبيسنج هنا ايه؟ 1500 اللي هي 3 مرات القطر، واعمل ار اي. تمام كده بقى احنا شغلنا لحد دلوقتي مظبوط. طيب ار اي عشان برضو نشوفها. طيب دلوقتي السلوب عمال هنا بيزيد. طيب انا نفسي ان انا ارسم خطوط على المايل، بس تخيلوا كده معايا لو انا مثلا جيت من النص كده رسمت خط عدل، هقعد هنا اميل بزاويه، بس انا مش عارف الزاويه دي كل قد ايه. اتخطى المشكله دي ازاي؟ هعمل لاين واقيس، ارسم اللاين ده من هنا لهنا، واروح اعمل دايمنشن، اقيس المسافه من الخازوق ده للخازوق ده قد ايه. سلكت هنا واشوف المسافه دي قد ايه. 23557 صح الكلام؟ طيب المسافه دي انا عايز المسافات هي تتقسم لمسافات قد ايه؟ 3 مرات قطر الخازوق اللي هو ايه؟ 1500. خلاص اجي اقوم قايل ايه؟ اقول 23.557 على 1500 تديني كام مسافة؟ 15.7. اخليها 16 ولا اخليها 15؟ لو خليتها 16 المسافة قلت عن ايه؟ عن ال 1500، وانا ما ينفعش ان انا اقل عن ال 1500. ففي الحالة دي استخدم انهي مسافات؟ 15. فبالتالي انا عايز اقسم الخط ده 15 مسافة. اقسمها ازاي؟ امسح ده، اختار الخط ده واعمل له امر اسمه ديفايد، دي اي في، ديفايد. بيقول لك سيلكت الاوبجكت اللي انت عايز تعمله ديفايد. عملت له سيلكت ودوست انتر. بيقول لك انتر ذا نمبر اوف سيجمنتس، عايز تقسم ده كام حته؟ انا عايز اقسمها 15. رسم لك بوينت عند كل واحده بمنتهى السهوله. طيب تعالوا نقيس المسافه ما بين، عشان نتاكد هل شغلنا مظبوط ولا لا. نقيس المسافه من بوينت لبوينت، نروح نشوف كام. 1570. اكبر من 1500 يبقى احنا كده شغلنا مظبوط. خلاص انا كده مبقتش محتاج اللاين دوت، والنقط دي اوريدي محطوطه. بالمثل هروح اعمل ايه؟ لاين من الخازوق ده لايه؟ للخازوق ده، واسلكت الاول اشوف ايه؟ اشوف الدايمنشن من الخازوق ده للخازوق ده. ادتني المسافه قد ايه؟ 26780 اهي، 26780 على 1500 17.8. اخليها 17 ولا 18؟ شفنا ان احنا لازم نخليها الاقل، فبالتالي 17. اقوم عامل ايه؟ امر ديفايد، دي اي في، واسلكت السيجمنت دوت واكتب له انا عايزهم 17، قسمهم لي 17. طيب ايه بقى اللي انا دلوقتي مطالب ان انا اعمله؟ هرسم لاين بقى من كل خازوق والتاني بالشكل دوت.
اهو كل خازوق والتاني. فرق هنا على ايه؟ على خازوقين. انا كده ما قدرتش ان انا امشيهم بالظبط. ليه؟ نتيجة ان هنا ده كان ادي سيجمنت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سيجمنت. يبقى انا المفروض بقى كنت عملت ايه؟ قسمت ده برضو 15 سيجمنت. يبقى انا همسح ده وارسم له لاين واقول له والله اللاين دوت قسمه لي ايه؟ ديفايد كام؟ 15 element. فبالتالي كده المفروض الاقي بقى ايه؟ الاقي ان انا كل خازوق، كل خط هيبقى مع خازوق بالشكل ده. يبقى لازم اخلي النمبر اوف سيجمنتس فوق هو النمبر اوف سيجمنتس فين؟ تحت، علشان الاقي قدام كل خازوق خازوق تاني، علشان ما يعمليش مشكلة، او التوزيع كمان يبقى يونيفورم. كده خلاص، كده اتظبطت. يبقى احنا كده فهمنا ان لازم السيجمنتس اللي هنا تبقى قد السيجمنتس اللي هنا، علشان ما تعمليش المشكله اللي انا لسه شايفها. طب بعد كده اعمل ايه؟ همشي بقى بلاين من هنا لهنا، علشان في الاخر يعمل لي جريدات. الجريدات دي تعتبر هي ايه؟ هي اماكن الخوازيق اهو بالشكل دوت. هنقعد ماشيين طبعا، نخلي بالنا ان احنا ننقل السنتر بتاع هنا لاين اترسم لاين. بالشكل دوت اهو. بقى طبعا ارسم لاين ما بين كل
خازوق. ايوه بالظبط. بالشكل دوت. فبالتالي كده انا قسمت جريد. طيب ايه المطلوب بقى مني دلوقتي؟ هختار بوينت واروح عند تقاطع كل جريد كده، او مراسم نقطة. بس اركز طبعا ان الخازوق يبقى بالظبط في سنتر الجريدات بالشكل دوت اهو. التوزيع طبعا بتبقى صعبة شوية، ولكن ده نتيجة ان الشكل بتاعي مش يونيفورم. هبدأ ان انا اعمل برضو اكرر نفس الكلام عند كل تقاطع. هوقف بس الفيديو علشان وقت الفيديو ما يزيدش، وهوريكم بعد لما خلصتها بقت شكلها عامل ازاي. ده كده الشكل اللي هو حصلنا عليه بعد لما خلصنا كل الخوازيق. بقت بالشكل ده. اتأكدت ان انا كل جوينت حاطط فيها بوينت. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اسلكت الخطوط ديت واعمل كليك يمين سلكت سيميلر. خلاص انا مبقتش عايزها. بس برضو نلاحظ حاجة، ان المسافة من هنا الخازوق محطوط هنا على اللاين ده، مش محطوط هناك على اللاين ده. طب اعملها ازاي؟ خلاص هعمل بي ال واختار الخازوق دوت والخازوق دوت والخازوق دوت والخازوق دوت وسي كلوز. يبقى هو ده المربع بتاعي. هسلكت الخوازيق ديت بالمربع دوت واعمل لهم موف لبره. طبعا كده اخترنا الخط الابيض كمان. سلكت كله وشيفت، اطلع دوت واطلع الخط الابيض واموف الكلام ده بره. ار اي تمام. يبقى انا كده هي دي الخوازيق بالمستطيل. طبعا في خازوق هنا مبقاش موجود. نقدر من هنا نكتشف الخوازيق لو مش موجودة. من الخازوق ده للخازوق ده واخد او اعمل بوينت واحطها هنا وامسح اللاين دوت واللاين دوت واعمل ار اي. يبقى كده شكل الخوازيق بتاعتي مظبوطه. هسلكت كل الخوازيق دي واعمل موف بقى منين؟ من السي جي بتاع مين؟ البولي لاين دوت. اروح احطه في السي جي بتاع انهي بولي لاين؟ بالظبط البولي لاين ده. نبص كده نلاقي ان هنا ده بعد عنه بمسافه ما اهو، وهنا ده بعد عنه برضو بمسافه ما. يبقى انا كده التوزيع بتاعتي صح. امسح البولي لاين ده والبولي لاين ده. يبقى انا كده شغلي بقى مظبوط. اعمل بس save as dxf واسميها هنا ايه؟ اسميها foundation files مثلا distribution ds. save كده انا عملت له save as dxf. خلاص يبقى انا كده همسحه، هقفله سوري، واروح هنا اعمل ايه؟ اعمل فايل import. مش بقى dxf as dwg، لا dxf dwg فايل. الاختيار اللي فوقيها اختار الفايل دوت وادوس اوبن. هيفتح لي قائمه زي ديت. دي قائمه بتتفتح زي الساب بالظبط. سبيشال جوينز اختارها هي الايه؟ فايلز، وادوس اوكي.
دلوقتي كده البايلز بقت موجوده، بدليل ان انا لو عملت كده اهو كلها موجوده تمام. بس في مشكله دلوقتي، انا عايز اخفي الحاجات بتاعت العمدان والريتيننج وول. عشان كده جه الخطوه اللي احنا عملناها قبل لما نصدر اللبشه دي للدي اكس اف للكاد. قلت لكم نعمل ايه؟ نروح نختار البلان كله ونحطه في جروب. فاعمل دلوقتي سيلكت باي جروب رافت وادوس اوكي. اعمل له ايه؟ اعمل له هايد ميك سبجكت اوبجكت انفيزبل، خفاها صح. واقوم سيلكت كل الكلام دوت، هلاقي مين اللي متسلكه؟ الجوينتات. لو ما عملتش الحركه ديت كنت زماني دلوقتي عمال افكر في حلول كتير عشان اقدر اخفيها. ده يعتبر من الحلول السهله. طيب اروح اعمل ايه؟ هختار ديت اعمل لها assign كسبورت داتا في بوينت ريسترين وبوينت سبرينج. ايه بوينت ريسترين؟ دي نفس اللي موجوده هناك في الايتابس لما كنا بنعمل الريسترين بتاعي فيكسد ولا هنجد ولا رولر. انما البوينت سبرينج همثل الخوازيق بتاعتي كانها ايه؟ كانها الاستيك سبورت اللي هي البوينت سبرينج. مديني هنا بوينت سبرينج، هعمل له هنا موديفاي. هيكون بس عايز من هنا قيمه الكي. عرفت منين ان هي الكي؟ بص اليونت بتاعتها ايه؟ كيلو نيوتن على المليمتر سكوير. هي عباره عن ايه؟ عن النورمال على دلتا زي ما شفنا المره اللي فاتت. طيب ايه الكي بتاعت الخوازيق؟ بتبقى الكي بتساوي الاي في الاي على ال. ايه الاي؟ اللي هي ال 4400 جذر الاف سي يو. طب وايه الايه؟ باي على الاربعة في الدي سكويرد. طب ايه ال؟ ده طول الخازوق. فبالتالي بالراحة كده نحسبها. نفتح فراكشن وندوس 4400 جذر الاف سي يو 30 في، نطلع خطوة عشان نطلع بس بره الجذر، باي على الاربعة في الدي كام؟ قلنا 500 لان دي وحدتها ايه؟ ميجا باسكال نيوتن على المليمتر سكوير. فبالتالي احنا كل وحداتنا دلوقتي نيوتن والمليمتر. فبالتالي في ملي متر سكويرد 500 سكويرد. يبقى كده المليمتر سكوير اللي هنا طارت مع المليمتر سكوير اللي هنا. فبالتالي في البسط اتبقى لي ايه؟ نيوتن. طب في المقام ال بتاعتنا ندخلها كام؟ قلنا هنفرض الخازوق مثلا وليكن طوله 15 متر، يبقى على 15000. فبالتالي ده هيديني 31 او 315465. بس نركز هنا كده، احنا وحداتنا ايه؟ نيوتن على المليمتر سكوير. طيب لو احنا شفنا هناك بقى اليونت بتاعتها ايه؟ كيلو نيوتن على المليمتر سكوير. يبقى انا الرقم اللي طالع لي هنا ده اقسمه على كام؟ على 1000. فبالتالي يتدخل كام؟ 315 بوينت وليكن 5. فهمنا انا ليه عملت كده؟ نتيجه ان انا الوحده اللي طالعه لي من هنا ايه؟ نيوتن على المليمتر. انما هنا الوحده كام؟ كيلو نيوتن على الملي متر. فبالتالي هقسم الرقم ده على 1000 عشان يتدخل بالكيلو نيوتن على الملي متر. فبالتالي الرقم ده هندخله كام؟ 315 ونص. 315 ونص وادوس اوكي. اوكي خلاص كده اتعمل لدول سبرينجات. لو جينا دوسنا عليها بس هنلاقي هنا بيقول لك ايه؟ سبرينج بروبرتيز اللي هي البي اس. يبقى انا كده شغلي بقى مظبوط. هدوس كليك يمين شو اول. خلاص يبقى انا كده الخوازيق بتاعتي بقت تمام، توزيعها بقى مظبوط وكل حاجه بقت مظبوطه.
طيب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص هعمل ران. يبقى انا شفت ازاي اوزع الخوازيق بتاعتي لو اللبشه بتاعتي شكلها مش ريجولار. لو ريجولار طبعا هتبقى بامر array سهل جدا، فبالتالي دوت يعتبر الشكل بتاعي. طيب اتاكد بس من حاجه، هل الخوازيق اللي على الاطراف جت؟ يعني هل كل الخوازيق جت ولا الخوازيق اللي كان معمول لها بلوك ما جاتش؟ نشوف دلوقتي بس يعمل رن ونشوف هل الخوازيق اللي هي الموجودة على الأطراف نتيجة إن هي كانت محطوطة جوه بلوك. ما ينفعش نصدر أي حاجة بلوك ل as a DXF يعني. نتأكد الأول جت ولا ما جاتش. ممكن من هنا نعمل كانسل. تمام كده احنا كنسلنا الاناليسز. المفروض ان هو دلوقتي خلص عدي هنا و المفروض ان هو ياخد وقت. خلاص كده نفك الرن ونشوف هل هو دلوقتي خد الخوازيق اللي موجودة على الجنب ولا لأ. ممكن نعمل ايه؟ نعمل select by properties او by group الرافت واعمل لها hide invisible. طيب هنا انا عندي كام خازوق؟ 350. طيب اروح على الكاد، عايز اعرف الخوازيق اللي هناك هي نفس الخوازيق اللي هنا ولا لا. انا دلوقتي عرفت من هنا اهو، عملت لهم سيلكت لقيت تحت كام؟ 350. اروح على الكاد اعمل اوبن للدي اكس اف اللي احنا صدرناه، هو ده الدي اكس اف صح؟ اقوم سيلكت دول اعمل لهم اكسبلود وهنا اكسبلود ار اي. ماشي، يبقى انا دلوقتي كده كل الخوازيق اللي عندي ايه؟ خوازيق منفردة. دلوقتي اختارهم وادوس امر اسمه MO بروبرتيز، الاقي من هنا عندي كام بوينت؟ 400 بوينت. يبقى انا كده الخوازيق اللي على الاطراف ما اتصدرتش. يبقى انا شفت دلوقتي ان انا طبعا انا عارف هم ليه ما اتصدروش، لان هم بلوك. 2 انا عرفت ازاي العدد، فجرت كل حاجه رجعتها ما فيهاش بلوكات وسلكت عليهم MO، اداني العدد اهو فوق 400 بوينت. واللي هنا في الايتابس كام؟ او في سوري في الساب سيف 350. يبقى انا كده عندي العدد غلط. هعمل لهم ديليت واعمل ايه؟ هسيف ده مره تانية as DXF اهو ريبليس. يبقى انا كده شغلي بقى مظبوط. اروح اعمل ايه؟ اعمل من هنا فايل import، قلنا مش architecture plan، لا اللي فوقيها، دبل كليك عليها والسبيشال بوينتس ديت هختارها البايلز واتاكد ان اليونتس بتاعتي كام؟ ملي، وادوس اوكي. دي البوينتس. لو كنتم ملاحظين ان البوينتس اللي كانت هنا ما كانتش ظاهره، فبالتالي دلوقتي اقدر اعمل لها assign support point spring واختار ديت لان انا اوريدي مظبطها من جوه اهو وادوس اوكي. شفتوا احنا تعمدنا ان احنا نسيب
ديت بلوكات عشان اثبت لكم ان البلوك ما بيجيش. وقلتها في الفيديو اللي فات، قلت ان واحنا بنصدر الاريات بتاعه العمدان والريتيننج وول اتاكد ان مفيش اي حاجه بلوك، علشان لو حاجه جت بلوك مش هتتصدر. فبالتالي اعمل كده شو اول واعمل رن. انا كده شغلي بقى مظبوط، عدد الخوازيق بتاعتي مظبوطه. نبتدي ان احنا نعمل رن. طبعا اكيد هياخد وقت اكتر نتيجه طبعا اضافه الخوازيق. طبعا الموديل هيبقى اتقل شويه، فبالتالي هنسيبه يعمل رن و ارجع لكم تاني عشان برضو ما نطولش وقت الفيديو. هرجع لكم اول لما يعمل رن. تمام كده عمل البرنامج عمل رن. بس حابب بس انبه على حاجه مهمه جدا. قبل لما نعمل رن او نفك الرن ونرجع نعمل رن مره تانية، ما ننساش ان احنا نسلكت على البلان كله ونخش على رن ادفانسد موديلنج تران. لازم نعلم هنا على ال 2 دي بليد زي ما شفنا في الرافت، علشان ما نحسش ان الرافت ديت حصل لها اي اورينتيشن. فبالتالي ده اسمها يا ربي الموديل كده يعتبر معمول له رن. اول حاجه طبعا هشوفها البونش، هنلاقي هنا ان الخوازيق معظمها سيف بونش، وكمان سيف بزياده جدا. طب بعد كده نشوف ايه؟ ممكن نروح نشوف السويل ستريس. طبعا بنشوفها على حاله الانفلوب ووركينج. عايز اشوف سويل بريشر، اشوف 0 1 هل في تنشن على القاعده بتاعتي ولا لا. طبعا الموديل لازم يكون تقيل، لان طبعا الخوازيق كتيره جدا مفيش اي تنشن، فبالتالي انا متاكد ان الخوازيق كلها يبقى عليها كومبريشن. طبعا الموديل تقيل جدا جدا جدا. ماشي، انا ممكن هنا اكبر شويه السيكنس زي ما شفنا المره اللي فاتت في حوار التنشن. المهم ان انا مثلا اشوف الستريس بتاعي. هل الستريس سيف ولا مش سيف؟ والمره اللي فاتت كان حوالي سالب كام 64 او سالب 60 لو انا متذكر كويس. شايفين دلوقتي الارقام قلت جدا. ليه؟ نتيجه ان الخوازيق شالت معظم الستريس، فبالتالي كده اللبشه بتاعتنا بقت سيف جدا. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر ان انا اشوف الرياكشن بتاع كل خازوق. اشوفه على ايه؟ اشوفه على حاجتين، على الوركينج والالتيميت زي ما شفنا. فبالتالي هشوف اف زد والبوينت رياكشن وادوس ابلاي. هنشوف كل رياكشن قد ايه. ده بقى يتقارن بالايه؟ بالبايل كاباسيتي، الوركينج والالتيميت. هنشوف مثلا لو في مشروع التخرج مثلا هتقول للدكتور انا عايز اعرف البايل كاباسيتي بتاعتي قد ايه. طيب وركينج ولا التيميت ولا الاثنين؟ تمام. في مشروع مثلا انت شغال فيه بتعرف ازاي؟ عن طريق تقرير التربه. طبعا البلوت تايب ما ينفعش يبقى الرو علشان بيطلع كانه اسهم، فبنخليها ايه؟ تابيوليتد. فطبعا لو في مشروع هيقول لك في تقرير التربه البايل كاباسيتي بتاعتك قد ايه، وتبتدي ان انت تقارن الرياكشنات اللي هتطلع دلوقتي واللي هنشوفها. لازم الرياكشنات اللي هنا تبقى ايه؟ اقل من البايل كاباسيتي عشان تبقى سيف. فبالتالي كده هنبتدي ان احنا بس تظهر. طبعا الموديل تقيل جدا. هنبدأ ان احنا نشوف خازوق خازوق. والله مثلا كده انا شايف ان
الكتابه دخلت مثلا في بعض، ممكن اخش على اوبشن جرافيكس بريفرنس، الماكسيمم نخليها مثلا ايه 6، ندوس اوكي. الكتابه قلت شويه 184 105، ممكن نقللها مثلا تاني علشان نقدر نشوفها مثلا 4. فبالتالي كده اقدر ان انا اشوف الخوازيق بتاعتي وابتدي اشوف هل في خازوق معدي البايل كاباسيتي ولا لا، سواء في حاله الوركينج او في حاله الالتيميت. الانفلوب التيميت اهو، نبدا نشوف الرياكشن هنا او هنا. طبعا الديزاين بتاعها هو نفس ديزاين الرافت. هنشوف برضو الحديد اللي في الميدي سبان بيبقى عكس الفلات سلاب. في الفلات سلاب بيبقى بوتوم، هنا في الرافت بيبقى توب. واللي فوق البايلز بقى او فوق الهندان بيبقى ايه؟ بيبقى بوتوم، عكس الفلات سلاب بيبقى توب. فبالتالي دوت يعتبر الديزاين بتاعها على السيف. طيب نجهز بقى اللوحه بتاعتنا ازاي؟ دلوقتي انا يعتبر دي تعتبر الرافت بتاعتي. نحاول بس ننضفها كده شويه من الدايمنشن. بالشكل دوت. خلاص كده يعتبر دي اللوحه بتاعتي تمام. اروح بس اجيب ايه؟ اجيب الخوازيق، البايل ديستريبيوشن، واخدهم كده كوبي واحطهم هنا، واعمل لهم بلوك او ار اي الاول بالشكل دوت، واحطهم في بلوك، نسمي البلوك ده اي حاجه، واعمل لهم موف منين؟ من هنا لهنا بالشكل دوت. فترى كده فاهم ان دول الديستريبيوشن بتاعتي اهو، لقيت الجوين. طب اعمل ايه بقى؟ اقوم رايح راسم دايره والسنتر بتاعها، واعمل ايه؟ الدايمتر بتاعها او القطر بتاعها قد ايه؟ 250، عشان ده ايه؟ يبقى 500. لو رحت عملت دايمنشن اهو من هنا لهنا 500، واقوم عامل لها ايه؟ عامل لها كمان اكسيس بالشكل دوت. طبعا مش دي اللي احنا بنرسم بيها الاستراكشر اكسيس، واقوم رايح بالشكل دوت كده اهو. ممكن مثلا لو حابب نكبرها كده شويه ونكبرها كده شويه بس يبان ان هو اكسيس. واروح اقوم حاطط دوت في بلوك، اسميه مثلا بايل، واروح اعمل له كوبي. ده كده ازاي نجهز اللوحه بتاعت البايلز. واروح عند كل جوينت اعملها بالشكل دوت اهو. نعمل مثلا وليكن الصف دوت، عشان طبعا ايه وقت الفيديو. بالشكل دوت اهو. بالشكل دوت امسح مثلا الخازوق ده والخازوق ده. عملت مثلا الصف دوت، وقمت طبعا انا هعمل لكل دول، واقوم ماسك خلصتهم، اقوم عامل ديليت للبلوك دوت، واروح اجيب تكست كوبي مثلا، وامسح الدايمنشن دي ودي مش محتاجهم،
واروح مثلا اقوم حاطط التكست هنا واسميه مثلا وليكن 1. ده بايل رقم 1. وابدا ان انا اسمي الخوازيق بتاعتي علشان الدكتور يفهم او اللي بينفذ يفهم انا عندي كام خازوق، وكل خازوق ابدا ان انا ارقمه وابدا ان انا اديله دايمنشن زي ما هنشوف، وبلس الرقم هنبدا ان احنا نعمل لوحتين. خلاص هو كده خلص، اسميه مثلا وليكن 1، واخد مثلا ده هنا كوبي 2 3 4 5 كل الارقام، ابدا ان انا ارقم الخوازيق بتاعتي بالشكل دوت 1 2 3 4 لحد نهايه الخوازيق. طيب بلس كده هاخد كوبي من التكست دوت واحطه. انا قلت ان انا هكون لوحتين، لوحه للوركينج رياكشن ولوحه للالتيميت رياكشن. يبقى انا دلوقتي هاخد من هنا كوبي بالشكل دوت، وهاخد من ده كوبي بعد طبعا لما ارسم الخوازيق. كوبي منين؟ من هنا لهنا. وابدا ان انا اعمل ايه بقى؟ اروح هناك في البرنامج اشوف انا الخازوق اللي انا بتكلم عليه ده فين اهو. انا دلوقتي ظاهر نتيجه الايه؟ الانفلوب وركينج. فين الخازوق اللي انا بتكلم عنه؟ هو الاول من تحت اهو. الرياكشن بتاعه كام؟ 351 كيلو 53.8 كيلو نيوتن. خلاص ادي 351.8. وهكذا بالنسبة لتاني خازوق، الرياكشن بتاعه كام؟ 275 275 وهكذا لجميع الخوازيق. وبالمثل للخوازيق الوركينج الالتيميت هبدا ان انا اظهر الرياكشن على الايه؟ على الانفلوب التيميت، وندوس ابلاي ونبدا ان احنا ننقلها في انهي بقى لوحه؟ في اللوحه الثانيه اللي هي بتاعت الالتيميت. يبقى انا كده عملت الرياكشن بالنسبه للالتيميت وبالنسبه للوركينج، واخد منهم كوبي علشان لو عايز احط التسليح. يبقى انا عندي 3 لوح، لوحتين للرياكشن سواء الالتيميت او الوركينج، ولوحه ثانيه للتسليح. طيب طبعا هبدا ان انا اعمل دايمنشن. طبعا اروح اجيب الدايمنشن، اللاير بتاعت الدايمنشن بتاعتي دايمنشن، وابدا ان انا مثلا اقول له والله انت البعد مثلا من هنا لهنا كذا اهو. طيب البعد من هنا لهنا انت عندك البعد هنا ده كذا. طب البعد ما بين خازوق وخازوق كذا. وابدا ان انا اظبط له شويه دايمنشن علشان يقدر يفهم ازاي ينفذ اللوحه ديت كخوازيق. يبقى انا هنا حطيت لوحه للوركينج ولوحه للالتيميت ولوحه تانية للتسليح بتاعت الخوازيق. يبقى انا كده فهمت ازاي اعمل اللبشه. طيب هحتاج ايه تاني؟ هحتاج ان انا احط تفاصيل. دي تفاصيل هرفعها لكم برضو بعد في الديسكريبشن بتاع الفيديو. دي تفاصيل لخازوق اللبشه، دي قطاع طولي في اللبشه. طبعا محتاجين هنا نحط مناسيب واطوال. هنا ده elevation للخازوق والتسليح بتاعه، ده قطاع. فبالتالي دوت شكل مبسط
جدا للتفاصيل اللي المفروض تتحط في اللوحة. ده كده الديزاين بتاع اللبش على خوازيق. المرة الجاية ان شاء الله قبل لما اشرح القواعد المنفصلة هعمل بس فيديو سريع جدا ازاي نظبط اللوح بتاعتنا، وايه الجنرال نوتس اللي المفروض تتحط في اللوح، ايه التقسيمة بتاعت اللوحة، ازاي نطبع، نجهز ازاي نطبع A1 ولا A نوت، الخرطوشة تبقى شكلها عامل ازاي، وايه البيانات اللي جواها، وكمان ازاي نعمل PDF عشان نطبعه. كل ده ان شاء الله هنشوفه الفيديو اللي جاي. ما تنسوش اللايك والفولو. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.